اللي اختشوا ماتوا، كلمة سمعناها كتير في حياتنا، زمان كنا بنسمعها ودلوقتي محتاجين إن إحنا نقولها أكتر، كان زمان لمّا يكون واحد الخجل والحياء بيمنعوه إنه يعمل حاجة غلط ويحبوا يزقوا له غلط، يقولوا يا عم ده اللي اختشوا ماتوا، أمّا دلوقتي بقى يعمل كل حاجة غلط، لا في خجل ولا في حياء وكمان بِجِح، صحيح اللي اختشوا ماتوا، مين اللي اختشوا وإزاي ماتوا؟ مع صاحب أجندة هتعرف. الحمامات الشعبية كانت مهمة جدًا عند المصريين في الوقت ده، هي كانت بالنسبة لهم ملتقى أو نادي اجتماعي، بيخشوا يتناقشوا في كل حاجة عن الأحوال والأحداث والظروف والأسعار، للأسف إن الحمامات ديّة اندثرت، ما بقاش فيها غير مجموعة قليلة جدًا من الحمامات الأثرية، زي حمام بشتال وحمام إينال وحمام الطنطاوي وحمام المراتيلي والسكري والعدوي والمؤيدي. عرف المصريين الحمامات في عصر الدولة الفاطمية وانتشرت أكتر في عهد المماليك الغرض الاستحمام والاستجمام والخروج من حالات الإرهاق والتعب يعني بالمعنى الأصح الساونا أو الشاكوزي بالمعنى الحديث وكانوا بيستخدموا في الحمامات للتدفئة الحطب والخشب وكانوا بيستخدموا القمامة بين قوسين الدماس تحت الغلايات عشان تسخن المية وكان ساعتها بقى بييجوا بتوع الفول يحطوا قدر الفول فوق الحمام عشان يستوي على بخار المية ومن هنا كان بيتسمى فول مدمس اللي جاية من الدماس ومن الحمام خرج أمثلة كتيرة جدًا، زي دخول الحمام مش زي خروجه، والجملة دي أساسها إن واحد صاحب حمام مكّار حب يشغّل دماغه، كتب يافطة على باب الحمام إن الدخول ببلاش، فالناس دخلت واستحمت وضبّطت نفسها واتكلموا وخرجوا، وهُم خارجين لقوا يافطة مكتوب الخروج بفلوس، إيه ده! بفلوس إزاي؟ أنت مش قُلت لنا إن الدخول ببلاش؟ قال آه، أنا قُلت الدخول ببلاش، لكن الخروج بفلوس، ومن هنا ظهرت دخول الحمام مش زي خروجه. استاذ فينك انت؟ لحن يا حاج لحن. الله عليك، وانا بشحت منيك ولا ايه؟ انا بشحت منك. امال ايه يا حنن دي؟ ايوه عيب عليك لما تدخل في السن ده وتتسول. مصور ده ليش بجاحة؟ بجاحة؟ شوفوكوا شغلانه روحوا اشتغل بواب ولا اشتغل اي حاجه. انت ما خبرش انا مين؟ مين يعني؟ اللي اختشوا ماتوا، حادثة حصلت في حمام شعبي للسيدات، وفي روايتين للمكان اللي حصلت فيه الحادثة، في ناس بتقول إن حصلت في حمام الأشرف ابن إيلان اللي موجود في شارع معز الدين الله الفاطمي وده الأقرب، وفي ناس تانية بتقول إن حصلت في حمام علي بيك اللي موجود في جرجة في سوهاج، والحكاية سببها إن الخشب والحطب والدماس اللي موجودين في الحمام حصل فيهم حريقة مسكت في الحمام كله، وحصل هرج ومرج ما عرفوش يسيطروا عليها، ففي ستات قررت إنها تخرج عريانين هربا من الحريق، وعشان كده عاشوا، وفي ستات تانية اتكسفوا واختشوا وخافوا يخرجوا عريانين، فالنار مسكت فيهم وماتوا. فلما سالوا شهود العيان في ناس عاشت قالوا لهم اه اللي هربوا وفي ناس ماتت قالوا لهم اه اللي اختشوا ومن هنا جه مثل اللي اختشوا ماتوا. لو اول مره تسمع قصه اللي اختشوا ماتوا دوس لايك وعشان دخول القناه مش زي الخروج منها دوس سبسكرايب وابقى تابعني سلام.